الاسم والوظيفة بالكامل. المقدم محمد شوقي، رئيس مباحث اسم أول مدينة مصر. كنت موجود ليلة 15 أكتوبر الساعة 10 بالليل عند العمارة رقم 43 شارع البقراوي. أيوة يا فندم، أنا كنت هناك بناء على بلاغ وصل لنا من الأهالي بوجود صرخات في العمارة. تمام. بعد المعاينة الأولية تم صدور أمر بعدم دخول أي قوة للمبنى تاني، صح؟ تمام يا فندم، القرار صدر الصبح تاني يوم. طيب ومع ذلك دخلت المبنى تاني ليه بعد القرار؟ الحقيقة يا فندم ما كنتش قادر أسيب الموضوع بالشكل ده، كان عندي إحساس إن في حد لسه جوه. إحساس؟ حضرتك ظابط مش شيخ روحاني. عارف يا فندم، بس المكان ده كان فيه حاجة غلط، مش مجرد جريمة. كنت لوحدك؟ لا، كان معايا الأمين شرطة مصطفى عبد المنصور، لكنه ما طلعش معايا فوق. أنا محمد شوقي، رئيس مباحث في اسم مدينة نصر، وخلال خدمتي في الداخلية شفت حاجات كتير، بس اللي حصل في العمارة رقم 17 في شارع الطيران عمري ما كنت أتخيله حتى في كوابيسي. الساعة كانت 10:30 بالليل، كنت في المكتب براجع محضر قديم عن سرقة عربية، والدنيا كانت هادية في الاسم لحد ما التليفون بتاعي ضرب. المناوب ندهلي وقال لي: يا باشا، في بلاغ غريب جدا من سكان شارع الطيران، الناس بتقول ان هم سمعوا صرخة عالية جدا من العمارة كلها. رفعت حاجبي وقلت له: صرخة يعني حد مات يعني ولا إيه؟ قال لي: مش معروف يا باشا، بس الناس بتقول الصرخة كانت جاية من كل العمارة في نفس الوقت. حسيت بحاجة غريبة، قلبي دق بسرعة كده من غير سبب. لبست الجاكيت وخدت المفاتيح وناديت على نقيب كريم وأمين الشرطة رجب، وقلت لهم: يلا بينا نتحرك على العنوان ده حالا. ركبنا العربية والدنيا كانت شبه فاضية. شوارع مدينة نصر بالليل لها طابع غريب، هادية، بس في إحساس إن في حاجة مستخبية في الضلمة. وصلنا بعد حوالي 10 دقايق وفعلا لقينا تجمع كبير قدام العمارة، والناس كانت مرعوبة. نزلت من العربية وأنا بشوف العمارة اللي بيتكلموا عنها. عمارة قديمة شوية حوالي 13 دور، واجهتها باهتة والأنوار في كل الشقق منورة، بس اللي شدني إن كل البلكونات كانت مفتوحة، كل أبواب الشقق مفتوحة على السلم. صوت واحدة ست كان بيعيط بتقول: يا بيه، الصرخة كانت رهيبة، الصرخة كانت رهيبة، حسينا إن الشارع كله بيترج وكل الشقق اتفتحت في نفس اللحظة. دخلت أول السلم ومعايا كريم ورجب، كان معانا كشافات، وأول ما طلعنا الدور الأول شمينا ريحة غريبة، ريحة شبه حديد محروق، بس فيها حاجة تانية زي ريحة الموت كده، حاجة بتقبض القلب. فتحنا أول شقة، النور منور، التلفزيون شغال، بس الأرض فيها جثة راجل كبير، عينه مفتوحة وبقه متشنج كأنه بيصرخ. لقيت رجب بيقول وهو بيترعش: يا باشا، ده مات وهو بيصرخ. بصيت له قلت له بهدوء مصطنع: خليك راجل يا رجب وكمل تفتيش. طلعنا الدور اللي بعده ولقينا نفس المنظر، كل الناس ماتت بنفس الطريقة، عيون مفتوحة وبقهم مفتوح على آخره كأنهم بيصرخوا لحظة الموت. ال13 دول في نفس المشهد، مفيش أي أثر لعنف في ولا شقة في ال13 دول، مفيش طلقات، مفيش طعنات، مفيش سرقة، كلهم ماتوا في نفس الثانية، مفيش دم. كنت واقف في نص السلم، قلبي بيرتعش، مخي بيحاول يلاقي تفسير منطقي بس مفيش. رجعت الاسم الساعة 1 بالليل وأنا مش قادر أصدق اللي شفته، وبدأت أكتب في المحضر: تم العثور على جميع سكان العمارة رقم 17 متوفيين داخل شققهم دون وجود علامات عنف أو مقاومة، وجميعهم في وضع واحد والأبواب مفتوحة. الخبر انتشر بسرعة الإعلام والنيابة، حتى مدير الأمن بنفسه اتصل بيا. لقيته بيقول لي: يا شوقي، عايز تقرير أولي بكرة الصبح ضروري، وعايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط. قلت له: تمام يا فندم، بس الموضوع مش طبيعي. لقيته بيقول لي بحده كده: انا عايز حقيقيه مش عايز احاسيس. ايه ده؟ وقفل السكه في وشي. انا حسيت ان اللي جاي اسوء. تاني يوم رجعت للمكان ومعايا فريق المعمل الجنائي ودكاتره من الطب الشرعي، وبدات المعاينه من الاول. كل حاجه كانت زي ما سبناها، بس وانا داخل العماره حسيت بحاجه غريبه جدا. ملقتش ولا صوت عربيات ولا هوا ولا حتى هوهوة كلاب، كأن الزمن وقف عند العمارة دي. بدأنا نصور ونسجل
واثناء ما كنا في الدور السادس واحد من العساكر اللي معانا وقع فجأة على الارض، اتشنج وبدأ يصرخ صرخة تشبه الصرخة اللي الناس وصفتها بالليل. الصرخة دي رجعت تاني من جوه العمارة. كلنا اتجمدنا وكأن العمارة نفسها هي اللي بتصرخ. النور قطع ثانيتين، ولما رجع العسكري اللي كان بيصرخ مات. طبيب الشرعي حاول يشوف النبض وقال بصوت مرعوب ان مفيش نبض، ده مات زي كل الجثث اللي في العمارة نفس الطريقة. الضابط كريم قال بصوت متقطع: يا باشا دي حاجة مش طبيعية، انا مش هكمل هنا. قلت له انا ببلع ريقي بالعافية، هنكمل لحد ما نفهم، لازم نفهم مفيش حاجة اسمها مش طبيعية. لكن في الحقيقة انا نفسي كنت مش قادر اتنفس. العمارة دي فيها حاجة بتكره الصوت، كل مرة حد يرفع صوته فيها بيحصل الصرخة. بعد الحادثة التانية قررت اراجع سجلات العمارة، مين صاحبها، مين اول ساكن فيها، مين اخر واحد خرج منها قبل الليلة دي. طلعت ان العمارة دي كانت زمان مكان اثري قبل ما تتبنى. مكان فيه بلاغات من الجيران من حوالي 15 سنة، بلاغات ان في اصوات بتطلع منها حتى وهي فاضية. ولما بدأوا يبنوها العمال نفسهم ماتوا مرتين في حوادث غريبة. واحد وقع من الدور ال13 ومحدش سمع صوت، والتاني اتخنق جوه الاسانسير وهو لوحده. رحت في نفس الليلة مع فريق صغير، قررنا نفتح البدروم. البوابة كانت مطربة ومقفولة بسلاسل قديمة ومصدية من كتر الزمن. أول ما فتحناها ريحة عفن وصدى ودم قديم. نور الكشاف كشف حاجة مرسومة على الحيطة زي رموز غريبة محفورة بسكينة، وفي النص مكتوب بخط عربي قديم، مكتوب بالظبط: من يوقظ النائم يسمع الصرخة. أنا اتجمدت في مكاني. كريم قال لي بخوف: يعني ايه الكلام ده يا باشا؟ قلت له انا ببص حواليا مش عارف، بس واضح ان الصرخة دي مش مجرد صوت. لقينا صندوق خشب صغير في الركن، فتحناه لقينا جواه كتاب شبه متهالك مكتوب عليه وصية بيت الظلال. فتحت اول صفحة كانت مكتوبة بخط الايد، مكتوب بالظبط كده: لكل من سكن هذا المكان اعلم انك لست وحدك، النائمون يسمعونك وإن أيقظتهم يصرخون حتى تسكت. رجعت الاسم ومعايا الكتاب اللي لقيناه في البدروم وما قدرتش أسيبه هناك. قعدت في المكتب لوحدي والساعة كانت داخلة على 3 الفجر. كل الدنيا كانت نايمة وأنا بقلب في الصفحات اللي شكلها قديم جدا مكتوبة بحبر باهت. الكتاب بيتكلم عن عيلة كانت ساكنة في مكان العمارة دي زمان، في بيت قديم في القرن ال19، وكانوا بيعملوا جلسات تحضير أرواح. القصة بتقول إن في مرة من المرات استدعوا روح غلط، حاجة ما كانتش إنسان أصلي، حاجة كانت نايمة في الأرض زي ما مكتوب. ومن وقتها البيت ده مات في كل اللي كانوا عايشين فيه في ليلة واحدة، وصرخة سمعت الشارع كله. الكلام ده مطابق للي حصل بالظبط دلوقتي. حطيت الكتاب على المكتب وبصيت في المراية اللي قصادي، لقيت نفسي مرهق بس عيني باين فيها فضول قاتل. كنت عاوز أعرف إيه اللي بيحصل فعلا. هل في لعنة ولا مادة كيميائية ولا جهاز بيصدر موجة صوتية؟ عاوز أي تفسير علمي، بس مفيش حاجة بتبرر إن الناس تموت وهي بتصرخ. تاني يوم الصبح جالي اتصال من مدير الأمن نفسه. لقيته بيقول لي: يا شوي العمارة دي اتحولت لموقع خطر، محدش يقرب منها، التعليمات دي جاية من فوق. قلت له: بس يا فندم لسه في حاجة لازم نعرفها، الصندوق اللي في البدروم. لقيته قطعني. لقيته بيقول لي: خلص الموضوع، اعتبر القضية مقفولة وقفل السكة. أنا حسيت إني لو سكت اللي حصل هناك هيحصل تاني. قررت أرجع بنفسي لوحدي، مش عاوز إذن، مش عاوز قوة، هرجع لوحدي. الليل جه، الساعة كانت 12 إلا ربع، الجو كان برد والشارع كان فاضي. رحت العمارة من غير ما حد يبلغ. الشرطة كانت قافلة المكان بشريط أصفر مكتوب عليه ممنوع الدخول، بس أنا كنت رئيس المباحث، محدش يقدر يمنعني. دخلت والكشاف في إيدي بخطوات بتتردد في السلم كأن المكان بيبلع الصوت. وصلت للدور الثامن، فجأة سمعت دق خفيف جاي من فوق زي صوت خطوات بطيئة ماشية على السطح. رفعت الكشاف، مفيش حد، لكن حسيت بحاجة بتتحرك فوقي.
طلعت السطح والدنيا كانت ضلمة إلا لمعة بسيطة جاية من عند تانك المية. مشيت بحذر وكل ما أقرب كانت اللمعة دي بتزيد. لقيت نفس الرموز اللي كانت موجودة في البدروم اللي كانت مرسومة بسكينة، لقيتها مرسومة جنب التانك وعليها دم جديد مش قديم، دم لسه طري. الريحة كانت ساكتة وفجأة الباب خبط كأن فيه هوا، بس مكانش فيه هوا واتقفل جامد ورايا. جريت عليه بسرعة وشديته، لقيته مقفول من بره. الكشاف وقع والنور راح والدنيا بقت سواد حالي. وفجأة سمعت نفس الصرخة، لكن المرة دي كانت جوه وداني، صرخة كأنها من دماغي مش من بره، صرخة ممدودة فيها 1000 صوت في وقت واحد، رجالة وستات وأطفال كلهم بيصرخوا بنفس النغمة بنفس القوة. قعدت على ركبتي وأنا ماسك في دماغي، كنت حاسس إنها هتنفجر. وفجأة كل حاجة سكتت. صحيت في المستشفى، الممرض بيقول لي الحمد لله يا باشا، لقوك مرمي على السطح، الحمد لله على السلامة. لقيت الدكتور بيقول إني كان عندي نزيف بسيط في الأذن من ضغط الصوت العالي جدا. يعني فعلا في تردد صوتي غريب حصل وعمل لي نزيف في وداني. بس الغريب إن أنا في المستشفى جالي تليفون من كريم، لقيته بيقول لي يا باشا الطب الشرعي بقى تقرير جديد لازم تشوفه ضروري. رحت فورا وهناك شفت حاجة مستحيلة. تقرير بيقول إن في واحد من الجثث ست كبيرة عايشة في الدور الثالث، حصل في دماغها حاجة زي نشاط عصبي بعد الوفاة، يعني دماغها اشتغلت لمدة 4 ساعات بعد ما هي توفت. في التسجيل اللي خدوه وقت المعاينة صوت الميكروفون الجنائي التقط همهمة ضعيفة جدا جاية من ناحيتها. لما كبروا الصوت سمعوا جملة واحدة، الجملة اللي اتقالت لسه نايمين ما تصحيهمش. انا قعدت اتفرج على التسجيل وانا جسمي بينتفض. هو ممكن الناس اللي ماتوا بيتكلموا او لسه بيبقى عندهم نشاط دماغي وبتفكير؟ في حاجة غريبة. رجعت للبيت ومعرفتش انام، كل شوية اسمع همس في وداني نفس الجملة، ما تصحيهمش يا شوقي، ما تصحيهمش يا شوقي، ما تصحيهمش يا شوقي. بدأت أحس إن العمارة دي لسه مسيطرة عليا كأنها جزء من دماغي. فتحت الكتاب، وصلت لصفحة كانت متلزقة في بعضها، فصلتها ولقيت جملة مكتوبة بخط واضح: النائم يحفظ بالصمت، أن يرفع صوته يوقظهم. كل الناس اللي ماتت في العمارة كانوا بيتكلموا أو بيصرخوا. طيب هل الصرخة دي هي طريقة النائمين في الرد؟ يعني كل ما حد يعمل صوت عالي بيتعاقب؟ قررت أجرب. رحت تاني يوم الصبح العمارة مع فريق تسجيل صوتي من غير ما أقول لهم ليه. دخلنا البدروم وبدأت أتكلم بصوت واطي جدا، وكل حاجة كانت تمام. لكن أول ما رجب ضحك بصوت عالي الأنوار فصلت وصرخة خفيفة جدا طلعت من بعيد. رجب وقع تاني ومات في نفس الوضع. بعد موت رجب اتفتح تحقيق رسمي معايا، جالي استدعاء للنيابة، وقعدت قدام وكيل النيابة. لقيته بيقول لي يا محمد انت كنت هناك رغم صدور اوامر بعدم الدخول، والنتيجة موت فرد شرطة. قلت له انا بحاول اثبت اني مش مجنون. قلت له يا فندم في حاجة في العمارة دي، حاجة صوتية بتقتل الناس، دي مش صدفة يا فندم، دي مش صدفة. بص له وقال لي بسخرية يعني العمارة عندها روح وبتصرخ، انت بتتكلم جد؟ سكت لان اي كلمة زيادة كانت هتدخلني مستشفى المجانين. لكن اللي حصل بعد كده خلى حتى وكيل النيابة سمعني. واحنا في نص الجلسة جالي اتصال من القسم، لقيته بيقولوا لي كريم مات في مكتبه، وكان لسه بيحكي لزمايله عن العمارة، وفي نص الكلام صرخ صرخة جامدة ومات بعدها على طول. النيابة كلها اتجمدت والموضوع خرج عن السيطرة، واتشكلت لجنة أمنية عليا للتحقيق، وأنا اتحجزت في البيت للتحقيقات. بس في الليلة اللي بعدها الساعة كانت 2 بعد نص الليل سمعت الصرخة تاني، بس المرة دي جاية من شارع الطيران كله. طلعت البلكونة لقيت النور مقطوع عن العمارة كلها. فجأة النور اشتغل لوحده في الدور ال13 بس، ولقيت كل الشبابيك بتتفتح في نفس اللحظة. الصرخة دي كانت أقوى من أي مرة قبل كده، قلبت المدينة كلها. الناس جريت وأنا كمان نزلت على رجلي ناحية العمارة. قررت أدخل ودخلت،
وانا مش شايف حاجة خالص ومش خايف. كنت عايز انهي الموضوع ده. طلعت لحد الدور الاخير، وهناك لقيت كريم. بس كريم ده المفروض مات. بس لقيته كان واقف في الضلمه باصص لي. لقيته بيقول لي بصوت خفيف: قول لهم يسكتوا يا شوقي، قول لهم يسكتوا يا شوقي. بعد الليله دي الدوله قفلت العماره بالكامل، وجابوا فريق متخصص في الموجات فوق صوتيه من جامعه القاهره. تقرير النهائي كان صادم. في بطن العماره تحت البدروم موجود تجويف صخري طبيعي بيصدر تردد صوتي قاتل. لما بيتعرض لأي صوت عالي، التردد ده بيأثر مباشرة على المخ والأعصاب، وبيسبب توقف للقلب في ثانية. يعني كل اللي ماتوا من موجة صوتية قاتلة. لكن محدش قدر يفسر ليه التردد ده بينشط لوحده، وليه بينتقل بين الناس حتى بره العمارة. أنا عامة توقفت عن الخدمة بعدها، تحول الملف ده المغلق. بس اللي الناس ما تعرفوش ان كل ما افكر في العمارة دي بسمع الهمس تاني، واسمع نفس الجملة: ما تصحهمش يا شوقي، ما تصحهمش يا شوقي. لحد النهارده العمارة رقم 17 لسه مقفولة، بس الناس بتقول انها بالليل بيسمعوا نفس الصرخات، بس الصوت هدى شوية.